لو لسه بتعملي البتنجان بالطريقة العادية لازم تجربي الطريقة دي. إن شاء الله هنعمله بالطحينة والثوم والبقدونس، طعمه بجد خطير. يلا نبدأ. طبعا البتنجان اليومين دول متوفر في السوق. بنقي كده حجمه يكون وسط، ما يكونش كبير قوي ولا صغير. بغسله كويس جدا وببدأ ان انا اشيل العنقود بتاعه وافتحه كده من النص، بس ما توصليش بالسكينة للآخر. شايفين بقى قلبه من جوه ابيض حلو قوي. او تشيلي الجزء اللي فوق وتبدأي برضو تفتحيه من النص. بجيب طاسة على النار، بنزل بشوية زيت وابدأ ان انا اقلي البتنجان، وحاولي ان انتي ما تمليش الطاسة ياما علشان يتحمر معاكي كويس. اسيبه بقى لغاية لما يتقلى ولونه كده بيبقى ذهبي من جوه زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. بحضر بقى طبق عليه مناديل ورق وابدا ان انا اصفيه كويس جدا وانزله على المناديل عشان يشرب اي زياده. شايفين لونه حلو قوي. هخلص كل الكميه ونشوفها مع بعض. وادي كل الكميه معايا، شايفين لونه حلو قوي. هنحضر التتبيله. عندي ربع كوبايه من الطحينه، هضيف عليها عصير ليمونه كبيره، معلقه كبيره من الثوم المفروم، ومعلقه كبيره من الهريسه الحاره تديها طعم حلو قوي. ظبطي بقى الملح ومعلقه صغيره من الكمون. هقلبهم كويس. انا مش هضيف زيت لان هو مقلي بالزيت. هقلبهم كده بس في الاول. هضيف عليهم فلفل رومي بارد وحزمه كبيره من البقدونس، وبكده معايا التتبيله خلصت. طعمها بجد حلو قوي وريحتها جميله جدا. هقلبها بقى كويس قوي كده وابدا ان انا احشي البتنجان بتاعي. الطريقه دي يا جماعه حلوه قوي وطعمها جميل، تنفع للفطار، تنفع للغدا، واحلى بكتير من اللي بالدقه. بيبقى الدقه تقيل شويه وبيبقى حامي، لكن ده حلو جدا. الطحينه تحسي ان هي مخلياه طري جدا ويكون خفيف معاكي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وسيبولي تعليق حلو. سهل وبسيط وطعمه حلو قوي، وممكن كمان تحفظيه في علبه وتحطيه في التلاجة، بيقعد معاكي بالاسبوع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جربوه وبالهنا والشفا.